اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلية التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي على الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحراتي. احلى مسحرات. تحدي اليوم رح نعمل البرياني من الهند، طريقة سهلة وسريعة. تحديتوني طبعا انه نعملها. عندي الجمبري او الايريدس زي ما يسموه في لبنان، مسلوق في مويه وملح، بصل ابيض، شبت، حستخدم شوية زبيب للزينة، بقدونس، هيل، توم، صلصة طماطم، عود القرفة، عندي رز مسلوق في مويه، شوية زبدة، وكمان للزينة عندي شوية بصل محمر. رح نبدأ الطبخة، بس انت مو عاجبني اليوم، ايش فيك ساكت؟ وجهك شو أصفر. بدي ساكت؟ شو بك؟ وجهي اصفر، ما صار لي نص ساعة واقف على باب البيت لعندك بدي فوت، مش عم تخليني تفوت. ليش شو هلا؟ هاي جارتك اللي هون، طب. وين رايح؟ عند الشيف يوسف، شو رح تعمل؟ يا اختي فايت لعنده بدي اتعلم الطبخ، وتعلمت يا اختي شغله هوينه عم بيعلمنا اياها، لبصه، لزقه. طفشتك؟ شو هالجارة هذا؟ كيف عم تتحملها؟ ما احنا قادرين. شو بدنا نعمل؟ وشو عم تعمل اليوم؟ شو عم تحضر لنا؟ برياني، بدك تتعلم. شغل وين هيدي؟ هند. يعني في لها نقطة حمراء هون؟ حتصير نقطة حمراء بعدين، هي. من وين متعلمها هاي الطبخة؟ من بوليود؟ من بوليوود. اضيف شوية ملح، وحضيف الجمبري. وحرة كثير هيئتها؟ لا انا ما حضيف حار، ممكن اذا حبيتوا تضيفوا حار. حنضيف بعدين الثوم، طبعا الثوم ماني بنضيفه بنفس الوقت مع البصل عشان لا ينحرق ويصير مر، نضيفه دحين تقريبا ملعقة ثوم. وما بتلزق بالمقلية؟ اكيد ما حتلزق. ليه؟ شو بتطير؟ انه تيفال. اه حضيف حبتين هيل، قرفة، عرفت؟ ممكن نستخدم البودرة كمان. حضيف كمان ملعقة صغيرة من الشبت. طبعا عادة هم بيحطوا الرز ني، بس إذا كان عندكم رز باقي من أكلة أمس ولا شيء ممكن نعملها بالطريقة هذه. أنت لو كنت عم تطبخ لك شيف يوسف بتحط حار؟ أنا بحط حار. بتحط؟ إيه كثير. بتحب الحار؟ كثير. وأنت؟ لا. لا؟ شلفت. أنت مرة حار مرة مو حار؟ مزاج. حيرتني، ما شو بطبخ لك يعني؟ مزاج. اليوم بلا حار عشانك. بس هذه جارتك ما بتنطق على فكرة، ها؟ إيه أكيد. ايه شوي. حتزعل مننا بس. حضيف صلصة طماطم، حضيف ملعقة صغيرة زبدة عشان النكهة. وبنحركهم. لا لازم نحرك. أهم لو شيء. أنا رح صير شيف. أنت بتحضر أفلام هندية؟ لا. ليه؟ ما بفهم عليه. ما بحطوا ترجمة تحت. ما فيني أعرف. بطفش. أنت بتحضر أفلام هندية؟ ايش ولكن؟ كلها رقص وطقش وفقش وبكي وضرب وكذب. لا 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 ضرب كذب يعني. ايه اكيد. حضيف شوية كركم، ملعقة واحدة. وحضيف كمان ملعقة صغيرة كمون. شو الافلام بتحب تحضرها شيء؟ أنا؟ كوميدي. اها لا لك. حضيف الرز. كده كفاية؟ شو عرفني انت أنت الشيف؟ جيعان ولا لا؟ انا جوعان وميت من الجوع. وهي جارتك جوعتني بزياده.
وقفتك كثير برا. إيه. إيه. كل الوقت برتر برتر برتر. انت اللي بتحب الافلام الكوميديه؟ عيد؟ افلام الكوميديه. كوميدية إيه. مين الممثل العربي اللي بتحبه اكثر شيء؟ ما في غيرك. ليه صار لونه اصفر؟ حطينا عليهم كركم. صار لونه اصفر؟ ايه وحضيف كمان شويه من الصلصه. طبعا صلصة هذه ممكن الطماطم بصيروا احمر، بصير لونه احمر؟ هذه عشان هندي حطيت لك الصلصه حمر. اوه. بس هذه ممكن نعملها كمان بالدجاج وممكن نعملها باللحمه كمان. بس انت قلت لي تحب السمك فاليوم جبت لك سمك. انت بتحب تصيد السمك؟ انا احب اصيد السمك. بتعرف تصيد؟ يا انا واخوي كنا نصيد كثير. هدول الجمبري انت بتصيدهم؟ لا مش غاطيس؟ كم دقيقه دحين؟ صاروا شي 8 دقايق. على السريع يعني. شو لك اياه؟ كله على السريع. حضيف شويه بقدونس. بس 6 مو 8 اظن. ساعتك غلطانه شوي. انت تاكل البرياني عاده ولا لا؟ لا بلا باكل. وتاكله كيف دجاج ولا لحم ولا سمك؟ نحن بناكله مع الدجاج. مع الدجاج. وفي بياكلوه كمان في الهند بياكلوه مخلوط دجاج، كل السمك مع الدجاج مع اللحم بيعملوه ميكس مع بعض وبيعملوا البرياني. دقتها قبل كيك ولا لا؟ بيطلع حر كثير. ها؟ حر في الهند بياكلوها حاره كثير، كل شيء حار عندهم. حار عندهم زي المي. لازم تطعمي جارتك منه. الحاره؟ اي نعم. هاي اللزقه. نكتر لها حار يعني. ها؟ نستنى بس. نستنى كمان دقيقة. يعني زي ما شفنا البرياني بطريقة سهلة، يعني في عادة بتاخذ ممكن ساعة أو 45 دقيقة قبل ما تستوي نحط الرز ني، بس بنشوف إنه في التحديات حقتنا ما بتلصق وبنعملها بسرعة. شوف كأنها نظيفة صح؟ ها؟ وما ضفنا زيت كثير، يعني ما نحتاج نضيف زيت أبدا يعني. أطفي النار عليها. اصفر واخضر لابقين مع بعضهم. اصفر واخضر؟ ايه دائما نحب انه كمان للاطفال ولا الاولاد اذا حنعمل لهم اكل حلو انه نلون لهم، لانه الالوان تفتح الشهيه يعني الاولاد فيتحمسوا انه ياكلوا هذا الشيء. مثل العلم البرازيلي. ها؟ مثل العلم البرازيلي. مثل العلم البرازيلي. ممكن نضيف خضار فيها اذا حبيتوا كمان، فلفل رومي الوان. زود لك ولا خلاص؟ لا خلص كده كفايه؟ وححط عليها شويه بصل زي ما قلت، حمرنا البصل. اطيب شيء فيها البصل. اكيد المثل بيقول كل بصل وانسى اللي حصل. طب انت اكيد حتاكل بصل. تحدي اليوم كان البرياني سهل سريع ما لصق، واكيد حيعجبكم وحيعجبك انت، اكيد حتذوقوا. جربوه وتابعونا في حلقه ثانيه من الرجل ومقلاة تيفال. تفضل اخيرا روح بالعافيه. شباب يا اهالي المدينه الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا اهالي المدينه الكرام،